احد مشجعي المنتخب السعودي ومنتخب سوريا هدف واحنا في بدايه الشوط الثاني، وين رايحه المباراه؟ والله رايح هلا كله ضغط سعودي من بدايه الشوط الثاني. حلو. وان شاء الله تدخل جول وتفوز. بس سوريا فارض سيطرته صح؟ هلا فارض سيطرته الشوط الاول. حلو. بس ان شاء الله مبين عليهم الحين فايقين قويين بعد الشوط الثاني. حلو. السوريين يقولون ثلاثه. لا ما في ثلاثه، ما بتوقع. حلو. بس شايف مستوى انت سوريا افضل؟ هلا سوريا افضل هلا بس لسه مو مبين اخر حلو. الاخر يبين كل شيء. السعوديه مو المنتخب السعودي اللي نعرفه. اوكي مزبوط مو حلو. شنو مشكلته؟ شنو شايف مشكله اللعب؟ والله ما ادري بس لاعبهم كثير متراجع، بس ان شاء الله تفوز. عندك امل بالفوز ولا بالتعادل؟ هلا هي مبين تعادل بس ان شاء الله تفوز. الشوط الثاني والمنتخب السعودي والمنتخب السوري بدا الخوف عليكم، بدا يضغط المنتخب السعودي. والله الشوط الثاني هلا المنتخب السعودي فايت شاد حلو بس عندنا ناحيه سور بالدفاع ان شاء الله سور حاصرين يعني. عندنا هلا النص كثير منيح والدفاع كثير منيح ان شاء الله، بس بدهم شوي همه الشباب على اساس تخلص المباراه لنا ان شاء الله باذن الله. بس السعوديين عندهم التخليص بسهوله. والله مزبوط كلامك. هلا انا نزل هزازي شوي الواحد صار يخاف، هزازي يهز المرمى معروف. انا شوي قلت للشباب انا بس لازم نستغل الفرصه هلا نحط جول ثاني نأمن حالنا قبل ما يساوي شيء الهزازي. مصعب لازم يشد حيله الحين. والله طبعا ما شاء الله مصعب عليه يعني لا كلام عليه ما شاء الله عنه يعني شال كم كره يعني بيرفع الراس. حلو. خبره المنتخب السوري مقارنه المنتخب السعودي قليله بالبطولات الاسيويه. مزبوط. هي المنتخب السوري خبراته شوي اقل. منتخب سوريا هذا جول حق المنتخب السعودي. يلا حذركم انا من المنتخب السعودي. انا حسيت اخر صعب شويه. احمد عطيف يحرز هدف التعادل في وقت قاتل من زمن الشوط الثاني. بدا الاحباط ان شاء الله. لا حلو. ان شاء الله. هلا المنتخب السعودي بدل عنده تبديلين. حلو. بعتقد انه اوراقه بشكل عام المدربين ما بتقدر تستغني بشكل كامل. وقف السوري وقف. ما بعتقد انه يوقف لانه لسه في عندنا تبديلين. بعتقد انه هلا يجريهم المدرب راح يسوي شيء ان شاء الله بدخول فراس الخطيب ودخول احد وسط الدفاع بيمشي الحال. تكتيك المنتخب السعودي بالشوط الثاني اختلف، يعني قدر يفرض سيطرته، قدر يتعادل. فريق اللي يتعادل دائما يكون نفسيته افضل. فريق السعودي فريق قديم وعنده خبره كافيه يعني. حلو. اذا راحت المباراه نقول هذا ان شاء الله لا ان شاء الله لا وان شاء الله على وشك بدي اخذ الجول الثاني. حلو. حق منو؟ حق سوريا. هذا هدف. كره صعبه هذه راحت. سكروا السعوديين بالدفاع. هذا جول. انا مشجع السوريين وتحيا الكويت وانا ببلدي الكويت. هدف حق المنتخب السوري. هدف ثاني. هدف ثاني المنتخب السوري ان شاء الله ان شاء الله اكثر يا رب. هدف حق سوريا 2-1. بسم الله الرحمن الرحيم. جاي المباراة سوريا ما بتسكت. سوريا اقوى الفرق. سوريا داخله بطولة اسيا. سوريا ما تروح بطولة اسيا للزيارة ولا تروح للنزهة ولا للفسحة، تروح لتجيب الكاس. مبروك لسوريا مبروك لسوريا. الله اكبر. شو هيك وشو هيك لك هذا السوري خاضع عليك. صلوا على محمد مكحول العين العادية عليك. كرة عالية محاولات سعودية ضغط سعودي بحث نوادي خطورة قائمة والسعودي يا نايف هزازي. هدف السوري الثاني 2 حق سوريا 1 حق الاخضر السعودي. الاخضر يرجع بسوريا. مستحيل يرجع الاخضر. ما في شيء اسمه مستحيل. هو ردوا ما يرجع الحين ما يرجع خلاص. مو حطيتوا الاول حطوا الثاني وراح نحط الثالث والرابع الحين نشوف. حلو. شايف انت منو سوريا ولا السعوديه؟ والله منتخب ما شاء الله المنتخب عندنا قاعد يلعب. حلو. لعبه ما شاء الله الحين غير اول. ما شاء الله قاعد يلعب يعني متفائل ولا لا؟ والسعوديه ما قاعد تعطي اداء. حلو. يعني انت متفائل؟ متفائل الحمد لله. واذا حطوا الحين تعادل وان شاء الله فوز ان شاء الله ما يحطون تعادل. بيدي فرصة طبعا للدفاع السوري انه ازاي ياخذ مكان. وادي المحاولة وادي التسديدة. احد مشجعي المنتخب السعودي واثنين حق الاحمر السوري. نقول الاخضر ان شاء الله لهم امل ان شاء الله بيعوضوا ان شاء الله. حلو. والجول الجاي ان شاء الله. بس ضيقوا خلقك سوريا اليوم. هدفين. الجمهور هنا بيخلف الصراحه. حلو. بس السعوديه ان شاء الله بيعوضونها يا رب. فريقهم لعب اليوم. سوريا لعب. لا يلعبون سوريا صراحه. السعوديه ان شاء الله تفوز ان شاء الله. انا ان شاء الله مع السعوديه. بس شايف سوريا حاطين هدفين وضاغطين. ضاغطين بس السعوديه لها امل بعد. احنا اوكي ضاغطين
بس يمكن تعبونهم اوكي. السعوديين ياخذون يمكن اخر 10 دقائق او ربع ساعه بيعوضون ان شاء الله. حلو. يقولون اليوم سوريا غير. لا السعوديه تفوز ان شاء الله، والفوز سعودي واخضر بعد. استحكام او التحكم في الكره واستحواذ للمنتخب السعودي. عوده مره اخرى مع الدقيقه الاخيره بل مع الثواني الاخيره. الله 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 بياسر القحطاني، والله الله الله من مصعب بلحوس. اواخر الشوط الثاني والمنتخب السعودي ضاغط. والله فرق هدف ممكن يتعادلوا معاك. اي والله وعايشين على اعصابه. ان شاء الله فوز تاريخي لسوريا ان شاء الله بعد غياب 15 سنه. بس في وقت، المباراه ما في وقت ما انتهت، بس الحماس والروح القتاليه القتال اللي باللاعبين الموجوده ان شاء الله باذن الله. والله على اعصابك انت. انا على اعصابي انا هذا. حلو. بس اي خطفه كذي والله تخوف، هذا الهزاز يخوف جديد. اي والله هذا عندهم الهزاز يلعب خطير، بس باذن الله دفاعنا اليوم مترقب وصاحي لكل التعادل زين. لا مو زين، ان شاء الله نربح ان شاء الله نربح. بس ضاغطين السعوديين، ضاغطين حقهم، هذا يعني وصيف البطوله السابقه. حلو. حتى لو يطلع تعادل يعني كان طموحكم تعادل. نحن طموحنا كان الفوز. لا ما كان فوز، كان تعادل. كنتوا خايفين من السعوديه؟ والله نحن خايفين من اليابان اكثر من السعوديه. السعوديه معها تجارب، وحتى بالتجارب المباريات الوديه نحن ربحانين. يعني انت ضمنت المباراه ان خلاص. شاء الله باذن الله. بس في وقت، في وقت ان شاء الله، في وقت ان شاء الله لسوريا ان شاء الله هدف ثالث يا رب. ان شاء الله، وان شاء الله يعني ان شاء الله بيدون نوتنا يا رب. الهزاز الياسر، ياسر بيفكر في التسديد انما يقف عليها ويحطها لكريري. كريري بيسند على قدمه اليسرى لتيسير القاسم، والتسديده الى خارج الملعب. دربكه امام المرمى السوري. باذن الله الله يعينه مصعب. صامدين مصعب ان شاء الله هاي ملك. وهي اللاعبين كلنا اليوم بصراحه 100% فاجئونا يعني. راضين اليوم. راضين باذن الله. بس ما راح ترضوا لما يتعادلوا. والله انا برايي بذلوا
لا